واحدة زميلتي كلمتني بتقولي انها انفصلت عن زوجها بعد 3 سنين زواج، وبعدين هو ما اكتفاش بالانفصال وان هو ما اداهاش حقوقها، بل بالعكس بدأ يتكلم عليها كلام مش كويس. يعني هو مش في عرضها ولا في سمعتها، ولكن اللي سمعته اصلها دي ما كانتش نظيفة في البيت، اصلها ما كانتش بتسمع الكلام، اصلا انا ما كنتش مأمن على الولاد في تربيتها ليهم يعني. فبتقولي يا رنا انا مش عارفه، يعني هو بيكتب الكلام ده كمان في بوستات على الفيس، مش مجرد انه بيتكلم مع حد، بيكتبها في بوستات على الفيس. اعمل ايه؟ هو يا بنتي انتي لما سمعتي الكلام ده سمعتيه من حد ثقه مثلا وقالك ده قال لي الكلام ده بيني وبينك فما تقولهوش لحد، بس انا قلت لك، ولا انت قريتيه؟ او حتى حد قالك ان هو قراه على الملأ؟ انا ما بحبش كلام المصاطب، وما بحبش الناس اللي بيردحوا لبعض بعد الانفصال خالص، بس الحق احق ان يتبع. وزي ما انت بتحاول تخلي صورتك حلوة، انا من حقي اخلي صورتي حلوة. والله كلمي، ما بحبش زي ما قلت لك كلام مصاطب، اخلي حد يكلمه ان هو الكلام ده عيب، حتى لو كان حقيقي، يعني الكلام ده عيب وما ينفعش وحرام وغلط، وانت كده بتهدم حتة عشرة كانت في يوم من الايام ما بيننا. ما ارتجعش، مش هقدر اقول لك غير اتبعي نفس منهجه، بس ما ترديش، انت ما ترديش عليه، وما تشتميش، ما تعيبيش فيه. يكفي ان انت لو في سبب معين، بس تصدقي يعني انا غريزتي الانثويه كانت هتتكلم، كنت هقول لك لا قولي السبب الحقيقي، او قولي السبب اللي ممكن يرفع عنك حرج الكلام اللي بيقوله، بس ايه ده؟ لا ما ينفعش. يعني لو هو من نفسه مش محترم الفترة اللي عاشها معاكي كزوج وأبو بنتك أو يعني أو ابنك، انت هتعملي له ايه؟ ده خلاص، دي حاجة فيه، هو انت مش تعرفي ان انت تتدني وتبقي زيه. وان جيتي الحق يعني ده حقك ان انت تردي، ما دام هو استخدم وسيلة معينة للتشهير بيكي، حقك انك تردي. انا في حيرة جدا، يعني انا مش عارفه انا لو مكانك كنت ممكن اعمل ايه غير ان انا كنت هرد، او اني اتجاهل تماما واعمل له بلوك، واقول للناس اللي بتكلمني او بتقول لي دول لو انا ما كنتش بشوف الحاجات دي بنفسي انا مش هسمع عنه حاجه، وما تقولوليش حاجه خالص، وتتجاهلي تماما وتتجاهلي الناس دول وكانك ما سمعتيش حاجه، وعيشي حياتك وانطلقي وكملي اللي بتعمليه واشتغلي وروحي وتعالي بما يرضي الله طبعا وموافقه اهلك، وكانه مش موجود. هو واحد ما صانش العشره وما طلعش محترم، فمش هتعملي زيه. ولله الامر يا بنتي، ربنا يعوضك باذن الله.